شايفين كوباية حمص الشام الجميلة دي؟ شايفين الجمال؟ هنعمل مع بعض النهاردة حمص الشام بطريقة بسيطة جدا وسهلة، والطعم حكاية ولا أروع. مفيش طبعا مقارنة بينه وبتاع بره. أحلى 100 مرة من بتاع العربيات اللي كل الناس بتحبه وبتموت فيه. جميل جدا جدا، وكل سنة وانتم طيبين. طبعا العيد ما يحلاش غير بكوباية حمص الشام دي، ويا سلام بقى لو مشطشطة وعليها ليمون كتير. طبعا الشطة والليمون بقى براحتكم خالص. اهي تابعوا معايا الفيديو حبايبي عشان تعرفوا انا عملت حمص الشام الجميل ده ازاي. كل سنه وانتم طيبين. عشان نعمل بقى حمص الشام محتاجين ان احنا معانا اهو نص كيلو من حمص الشام. ده نقعاه قبلها بليله. طبعا غسلته من الميه اللي كانت منقوعه فيه، وحطيت عليه ميه نظيفه اهو. لو ما عندكمش وقت وحابين تنقعوه ممكن قبلها بساعتين 3 نقعوه وبعدين حطوه على البوتاجاز، بس هياخد منكم وقت اكتر اهو. هنحتاج كمان مع بعض طماطمتين كبار او 3 طماطمات صغيرين، بصلايه كبيره، 3 فصوص من الثوم. هنحتاج واحده مرقه، معلقه صغيره من الملح، معلقه صغيره من الكمون، معلقه صغيره من البابريكا، معلقه صغيره من الثوم البودر، معلقه صغيره من البصل البودر، وطبعا ربع معلقه صغيره من الشطه. الشطه اختياري، اللي حابب يحط شطه يحط، اللي مش حابب يحط شطه براحته. ممكن تحطوا شطه لو في ناس بتحبش، في العيله مثلا بيحبوا شطه وناس مش بيحبوا الشطه وقت التقديم. اللي بيحب الشطه نزود له شطه في الايه، في الكوبايه بتاعته. بس كده. ونحتاج ليمون طبعا بعد ما يتعمل، ليمون اساسي طبعا. هنحط بقى نضرب المكونات دي كلها مع بعض وننعمها خالص. هنضرب البصل مع الثوم في الكبه وهننعمهم خالص خالص، احنا محتاجينهم ناعمين خالص. وبعدين نضرب الطماطم وراهم، يا اما تضربوهم في الخلاط. هضربهم واوريكم بعد كده هنعمل ايه. انا نعمتهم خالص، ضربتهم في الكبه ناعم. هنحتاج نصفيهم بس، بحيث ان احنا عايزين الميه بتاعتهم، مش محتاجين التفل اهو. هنفضيهم ونصفيهم بقى معانا، لان احنا محتاجين ايه، الميه بتاعتهم السائل بتاعهم بس، مش محتاجين التفل. ده البصل على الطماطم على الثوم. هنبدأ بقى نصفيه. ننزل ايه الطماطم، احنا محتاجينهم سائل طبعا. مش محتاجه اقول لكم الطريقه دي طريقه العربيات اللي بيعملوها، اللي انتوا بتاكلوا عندها احلى حمص شام او حلبسه بتاكلوها. جربوا الطريقه دي هيعجبكم جدا، والطعم جميل. احلى كمان، هتلاقوها احلى من بتاعه العربيه اللي بتاكلوا من عندها حمص الشام وبتقعدوا تقولوا الله الله. هتلاقوا ده احلى كمان منه كمان. جربوا بقى الطريقه دي وادعوا لي. هنصفيها كلها بقى وننزل ايه التفل منها بالشكل ده. هصفيها وارجع اوريكم هنعمل ايه اهو. زي ما انتم شايفين كده نزلت كل السوائل بتاعه البصل والطماطم والثوم، وما خدتش ايه التكتلات اللي فيهم، بحيث ان هو لما نيجي نشربه ما يبقاش فيه حاجه ايه تلزق في بقنا. ننزل بقى بالتوابل بتاعتي اهي، واحده مرقه، وننزل بكل التوابل دي مع بعض اهو. بس كده. ونقلب بقى التوابل دي كلها مع بعض. طبعا بعد ما يغلي كده ويقرب يستوي، اذا لقينا لونه يعني ساعات الطماطم بتبقى لونها ابيض، ما بتخلوش لونه احمر قوي، هنزود حبه بابريكا، او هتحطوا معلقه صلصه، او هتحطوا معلقه صغيره من صلصه الطماطم، هتخلي لونها حلو. بس كده. هنزوده بقى ميه من الحنفيه عادي، مش ميه مغليه. نزوده ميه ونحطه على النار. طبعا شايفين حجم الحمص كان ازاي، هو كان صغير ما كانش كده، بس انا عشان نقعته ليله كامله فمش هيطول معايا في السوا، يعني نص ساعه وهتاكلوا احلى حمص شام. يلا بينا بقى نولع عليه على النار. زودت الميه عليه اهي، وهغطيه بقى واسيبه يستوي براحته. بس اخلي النار عاليه لغايه لما يغلي، وبعدين هوطي عليه شويه واسيبه بقى يستوي براحته. هوريه لكم بعد ما يستوي. شكل الحمص وهو خلاص بيغلي على النار، خلاص استوى اهو، قرب يستوي. جميل جدا جدا جدا. ده شكل حمص الشام اهو، خلاص قرب يستوي، فاضل له تكه كده ويستوي. شايفين؟ ومش عايزه اقول لكم على الريحه قلب الشقه. جميل جدا 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 جدا، والطعم رائع. جربوا الطريقه دي هتعجبكم قوي قوي قوي. شايفين؟ احنا المفروض اما نطلع الحمصايه كده نعرف ان هو استوى منين. نطلع الحمصايه كده، مجرد ان احنا ندوس عليها بالمعلقه كده نلاقيها اتفتحت بسهوله. يعني معانا هي كده اهي، هندوس عليها بالمعلقه نلاقيها ايه، فيها تكه لسه.
ما اتفتحتش معايا بسهوله، فهو هي بتتفتح اهي، هتفتح معايا اهي اهي زي ما انتم شايفين اهي، بس فيها تكه لسه، فالتكه دي انا هسيبها تغلي غلوتين كمان وهطفي عليه. عايزه اقول لكم ان الطعم والريحه فظيعه، جربوه بالطريقه دي وقولوا لي رايكم. الحمص معانا استوى وبقى جميل جدا جدا، نغرفه معاكم كده اهو. الله على الريحه، الله، شايفين الجمال؟ الله، شايفين؟ مش عايزه اقول لكم الريحه ايه، جميله جدا جدا، والطعم ايه حكايه. شايفين الجمال؟ احلى من الحمص اللي بنجيبه من بره 100 مره. طبعا ايه الشطه بقى، زودوا شطه براحتكم، وكتروا بقى في الليمون، واشربوا بألف هنا وهتلاقوه جميل جدا جدا. وكل سنه وانتم طيبين. ما تنسوش تقولي لي رايكم، وما تنسوش لو مش مشتركين في القناه بتاعتي اشتركوا في القناه عشان يوصلكم كل جديد، وفعلوا الجرس. واشوفكم على خير يا حبايبي، وكل سنه وانتم طيبين. مع السلامه، باي باي.